وزارة العدل تلقت منذ قليل طلب من القضاء العسكري برفع الحصانة واتخاذ الإجراءات اللازمة والتقدم بطلب لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب زياد العليمي في واقعة للتحقيق معه في شأن ما نسب إليه بسب وإهانة المشير طنطاوي، وعايزين نعرف رد فعل هذا الأمر على سيادة النائب الأستاذ زياد العليمي. مساء الخير يا زياد. مساء النور يا فندم. اهلا بيك. يعني كيف تلقيت الانباء حول طلب رفع الحصانه عنك للتحقيق امام القضاء العسكري؟ يعني عادي، هو نظام مبارك لسه مستمر في السلطه. انا واحد من 12,000 واحد اتحقق معاهم السنه دي قدام النيابه العسكريه. نظام مبارك مازال مستمر، وايام ما مبارك كان في السلطه كنا يعني كلنا كنا في المعتقلات في قضايا راي. دلوقتي ما بقاش في شك ان انا بتحاكم بمقتضى قضيه راي، خاصه بعد ظهور تقرير مجمع اللغه العربيه اللي قال ان احنا ما بنتحدثش عن سب، احنا بنتحدث عن مثل شعبي، وده جهه الاختصاص. وبالتالي انا مطلوب للمحاكمه على رايي. الراي ما حدش بيتراجع فيه، وعلينا ان احنا ندفع ثمن ارائنا زي ما كنا بندفعها ايام ما مبارك كان في السلطه، لغايه ما تيجي اللحظه اللي هتنتصر فيها الثوره، وهيبقى الناس اللي المفروض يبقوا في السجون عشان قتلوا المصريين هيبقوا في السجون، والناس اللي المفروض بتقول رايها هتبقى في اماكنها الطبيعيه. طيب، هو الموضوع انتهى فين في مجلس الشعب يا استاذ زياد؟ يعني انا اذكر ان كان في باين لجنه قيم وتحقيق، والموضوع كان انتهى على ما اعتقد. لجنه القيم احالته للامانه العامه لمجلس الشعب، وما صدرش قرار لغايه دلوقتي في المجلس. ما كان بس عادي، انت كنت بتمارس عضويتك عاديه بتحضر اللي انا عادي بحضر وبقول كلمات عادي، ويعني عادي موجود. طيب، ماذا ستفعل؟ يعني انا قريت لك تصريح انك لن تمثل امام النيابه العسكريه. لا، هو انا يعني طبيعي المفروض ان انا امثل، لان انا هبقى مطلوب للتحقيق، بس لن اخضع للتحقيق، لان النيابه العسكريه لا يجوز لها التحقيق مع مدنيين. انا هروح وهقول ده، وهرفض الاجابه امام، يعني لو اترفعت الحصانه يعني هرفض الاجابه امام النيابه العسكريه، لان احنا ما ينفعش نبقى بنطالب بعدم محاكمه المدنيين امام نيابه عسكريه ومش معترفين بشرعيتها في محاكمه المدنيين، ولما يتحقق معانا قدامها نقبل ده. هو اعتقد ان المجلس اقر قانون، وصلح لي لو انا مش متذكره قوي، اقر قانون بعدم جواز محاكمه المدنيين امام النيابه العسكريه، مش مظبوط كده؟ بالظبط، وبالتالي اصلا هيبقى الاجراءات كلها على بعضها غلط، وهم يصدروا القرار اللي هم شايفينه، ونبقى عارفين انها محاكمه سياسيه على رايي، مش غير كده. انا بتحاكم عشان رايي، وزي ما كنا بنتحاكم ايام مبارك عشان راينا، احنا بنتحاكم لسه عشان راينا لغايه دلوقتي، وما تراجعناش عن راينا ايام مبارك كان في عز سطوته وفي عز طغيانه، وبيتهيألي دلوقتي برضو مش هنتراجع. نظام مبارك لسه في السلطه، نظام مبارك لازم يسقط. احنا عايزين نبني دوله جديده فيها الحريه والديمقراطيه والعداله الاجتماعيه، ومش هنتنازل عن ده. اشكرك سياده النائب زياد العليمي، نائب في مجلس الشعب.